5 أبراج معانا هيتنفسها السعداء، عندهم كده انفراجة في أمر ما في حياتهم، وده هيكون يوم 7 إبريل نتيجة لانتقال القمر إلى برج القوس. وهنا نتداول الأيام، الأبراج اللي كان عندها انفراجة ممكن هتقابل بعض المستجدات والعكس، وتتبدل الحظوظ على الجميع. 5 أبراج هيكون عندها انفراجة، والبعض منهم يستقبل بشرة خير، والبعض الآخر من الممكن أن يحدث معه انفراجة في علاقات. كل برج هيحدث له أمر رائع. قبل ما أكمل بس كده ونقول بالتفصيل اللي هيحدث لل5 أبراج، كل برج اللي ممكن يحدث معاه، تنويه كده حبايبنا الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك منه كل جديد. انت لو حابب انت تشوف العلم والحقيقة بجد. اللي عايز قراءة خاصة معه قراءة اتصال مباشر، مكالمة مباشرة الساعة 2 3. شوف أنا بقول الكلام ده عشان الناس اللي اتغدرت في قراءات، ناس اتبعت لها أي ورق وسلام، أو حد قال لها 5 دقايق و10 دقايق وربع ساعة. أنا بقول لك ساعة 2 3 بعرفك كل شيء، السنوات القادمة، مشاعر شريك الحياة الحقيقية. أيضا بعرفك لا قدر الله لو في سحر أو ما شابه. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشة. ايضا اللي عايز اكون معاه خدمة مستشارك الخاص، بكون معاه في اي لحظة، بقول لك التقرير اليومي ببعته لك، ببقى معاك في كل قرار، ببقى معاك في كل تصرف مالي. المستشار الخاص ليك لحياة افضل، دايما الوقت المناسب بقول لك عليه، وكل شيء رائع. اللي حابب حجز يتواصل معنا على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة. وأيضا اللي محتاج جلسات روحانية للاستشفاء يتواصل معنا على الرقم. ونبدأ في حلقة مهمة جدا في حياة 5 أبراج. 5 أبراج يحدث عندهم تحول كبير للأفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 ابريل هو يوم مهم جدا على 5 ابراج يحدث معه انفراجة حتى لو نفسيا. البرج الاول هو بالطبع برج القوس. برج القوس الفترة هتكون عليك مخصوص. برج القوس هتكون الاكثر حظا في استقبال البشر، خاصة انك الاكثر تضررا قبلها بيوم. يعني ان شاء الله ربنا ما يجيبش ضرر، لكن اكثر تضررا يعني ايه؟ يعني انت اكثر الابراج اللي كانت او يعني مش هنقول هتعاني، لكن هتتاثر سلبيا بيوم 6 عند الكثيرين منكم نتيجه لوجود القمر يوم 5 و6 في بيتك ال 12. بيت صعب، بيت ال 12 هتلاقي اليومين دول نحاول نعديهم. لذلك لما بتخرج من صعوبه وبتدخل على انفراجه حتى نفسيه، بتبقى انت اكثر المتاثرين، غير اللي قاعد حياه عاديه ويجي له حاجه كويسه، بتبقى الامور مش اكثر شغفا. يعني فتره قويه جدا طاقيا، عوده للثقه، من الممكن استرداد حق، من الممكن عوده للحق، من الممكن اتصال يغير الاجواء، ومن الممكن عند البعض ظهور براءه في امر كان متهم فيه بالنسبه للاخرين. يعني فترة كده بتثبت وجودك، القمر في بيت الشخصية، في بيت الظهور، وفترة قوية جدا طاقيا. أول الأبراج معانا هو برج القوس. تاني برج معانا هو برج الأسد. حبايبي برج الأسد، هتكون الفترة طاقية بعودة الثقة، هتكون الفترة رائعة بمحاولة إرضائك. هتلاقي ناس كده بتحاول ترضيك، يعني خلال فترة هتلاقي محاولات للناس ترضيك، هتلاقي في رجوع علاقات، هتلاقي في انفراجه للامور العاطفيه. فتره ليكوا قويه جدا جدا لحبايبي برج الاسد. وايضا هناك امر يتعلق بالمال، في فلوس جايه. يعني البرج الاسد من الممكن ان يحدث له انفراجه في الامور العاطفيه وانفراجه في الامور الماليه، في الاثنين. فانت عندك الحظ من الاثنين، في اللي هيجي له ده وفي اللي هيجي له ده وفي اللي هيجي له الاثنين. فالفتره استقبل الطاقه الى جانب انك تغيير نفسي كبير بعوده ثقه. يعني الفترة بتتميز بعودة الثقة، عودة الهدوء النفسي، مرحلة فيها انت هتتراضى، حد هيراضيك، او انت نفسك شخصيتك هتكون تستقبل اي شيء بقوة بقوة. فترة قوية جدا طاقيا وعودة للثقة كبيرة جدا. اما ثالث الابراج معانا هيكون برج الحمل. برج الحمل الطاقة النارية تحكم القمر في برج القوس في بيت من البيوت التي تمثل الحظ، إلى جانب الشمس المتواجدة في بيتك الأول، والتوزيع الكوكبية كلها تقريبا تنتقل إلى بيتك الأول.
فأنت الأكثر حظا في كل شيء، يعتبر عندك إضافة لأمر ما هيجي لك جديد. يعني استقبله كده، في حاجة هتحصل معاكم جديدة، ممكن تكون حاجة تتعلق بالمال، ممكن تكون حاجة تتعلق بعمل، ممكن أمر يتعلق بإرضاء نفسي. لكن الفترة أنت نفسيا هتكون من أكثر المحظوظين في كل شيء، في العروض، في المستجدات، في العلاقات. ووارد جدا تبدأ علاقة عاطفية جديدة. يعني وارد جدا تبدأ علاقة عاطفية جديدة. الكثير منكم من الممكن أن يحدث هذا إلى جانب فترة من الفترات اللي فيها نجاح كبير وأخبار سارة. يعني في أخبار تتعلق بالعمل، في خبر يتعلق ب مثلا انت شيء كنت بتنتظره، نتيجة كنت بتنتظرها، اختبار كنت عملته ومنتظر نتيجته. فترة قوية جدا طاقيا وبشرة خير. طيب بالنسبة لرابع الأبراج معانا، ورابع الأبراج هو برج الدلو. حبايبي برج الدلو هتكون من أكثر الفترات اللي عندك انسجام كبير جدا للطاقة حواليك وللعلاقات الجديدة. يعني في انسجام، في طاقة إيجابية، في قبول اجتماعي، مرحلة اجتماعية قوية جدا. وعند البعض هناك انفراجة مالية، لكن أنا بتحدث عن الانسجام. اظهر خلال الفترة، اظهر خلال الفترة، يعني خلال الفترة دي اظهر بأفضل مظهر. ادخل في التجمعات، ابدأ كلام، ابدأ في ان انت تنفذ فكرة، ابدأ ان انت تقول فكرة، ابدأ انك تدي آرائك. فترة قوية جدا وستجد القبول الاجتماعي، ومنه نستفاد كثيرا. فمعرفة الناس كنوز. يعني انت ممكن الفترة دي تعرف ناس وتتعرف على شخصيات، وارد جدا هتكون تحت المنظار ويقع عليك الاختيار. اما البرج الخامس معانا والاخير هو برج العقرب. حبايبي برج العقرب فلوس. حبايبي برج العقرب عندك انفراجه ماليه، في امر مالي قادم. برج العقرب عنده امر مالي قادم، في فلوس جايه، في انفراجه لامر ما كان سابقا، في جني ثمار امر انت كنت اشتغلت عليه، وهناك انفراجه مفاجاه او تغييرات مفاجاه للامور الماليه. وفتره طاقيا بشرة خير، والبعض من الممكن ان يكون سداد ديون. فتره تتعلق بالخير المالي حتى لو كان سداد للدين. اذا خامس الابراج معانا وبرج العقرب. هعيد تاني التنويه حبايبنا، الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك منه كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف العلم والحقيقه بجد. اللي عايز خدمة مستشارك الخاص، طبعا ببقى متواجد معاك، بعرفك كل شيء بالنسبة لخطواتك، بالنسبة لليوم بتاعك تعمل ايه الفترات الاكثر حظا لكل حظا. بعرفك في كل خطواتك على مدار الشهر، على مدار الاسبوع. اي علاقة جديدة بتدخلها انا هنا معاك مستشارك الخاص لحياة افضل، بدل ما ندخل في قرارات او علاقات ممكن تضيع مننا سنين من العمر. اللي عايز يشترك في جلسات العلاج الروحي يتواصل معانا ونقول له ازاي بتتم الامور. انا تحت امر الجميع. يا رب كده يا جماعة الابراج دايما تكون بامن وامان. سلام عليكم.